عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم أخواتي من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم بشرى مفيد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة وبصحة جيدة، وعيدكم مبارك سعيد إن شاء الله. الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر إن شاء الله. اقتراح اليوم غادي نشارك معكم الملوي بواحد الطريقة التراق اللي زوينة بزاف وسهلة، وغادي يعجبكم بزاف الا تبعتوا معايا هاد النصائح اللي غادي نعطيكم في هاد الفيديو. كيجي مورق وهماوي وكبير صراحه، ملوي ديال العائله ديال هكا الاعياد والمناسبات، كيجي زوين بزاف كيحمر الوجه. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وغادي نعطيكم ان شاء الله يا ربي جميع الاسرار باش ينجح معكم هاد الملوي. اول حاجه غادي نبداو بها هو الدقيق. درتو فواحد القصريه، عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وعندي نص زلافه ديال السميده الرقيقه. الا كان عندكم الفينو ديروا منه زلافه، كانت السميده ديروا غير نص زلافه مع نص كيلو ديال الدقيق الابيض. يعني الدقيق الابيض خاصو يكون هو الغالب بزاف لان السميده كتكون حرشه. غادي ندير واحد المعلقه ديال العسل، ضروري معلقه ديال العسل هي اللي كتعطي ديك الحموريه وديك التقرميشه. وغادي ندير معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي ندير واحد راس معلقه ديال خميره الخبز. وإلا كان الجو سخون بلاش ما ديروها، انا هنا حيت كان عندي الجو شويه بارد راني كنضيفها صراحه، كتخليه يجي محلول ورطب وزوين صافي. وعندي الماء دافي غادي نجمع به العجينه ديالي، غادي نعجنها عادي، غير انكم ما تجريوش العجينه ديال الملوي، ما كتبغيش تكون جاريه، خاصها يعني تكون غير ما مرخوفاش وما مطلوقاش، يعني تكون موين ودلكوها مزيان صافي. غادي نعجن هكا العجينه ديالي بالطريقه هذه كما كنعجنوا العجينه ديال المسمن عادي. وانا كنضيف الماء بالتدريج واني كنعجن العجينه ديالي حتى غادي نجمعها ونرجع معاكم. كما كتلاحظوا معايا اخواتي، هاد العجينه ديال الملوي راه هي كتبغي تدليك مزيان، خصوصا انني درت فيها السميده، والسميده صراحه الملوي ديالها كيجي رائع وهي كتبغي تدليك بزاف. انا هنايا راني دلكتها مزيان كما كتشوفوا معايا، وغادي نزيد ندلكها على هذا الشكل هذا حتى كتطلق مزيان وما كتبقاش كتولي رطبه صافي. غادي ندير ليها واحد شويه ديال الزيت، وغادي نديرها في كيس بلاستيكي، وغادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه تقريبا، يعني نص ساعه ولا 40 دقيقه ولا ساعه، المهم الوقت اللي كان عندكم. انا هنا خليتها نص ساعه صافي ورجعت ليها. غادي نكورها على هذا الشكل هذا. انا هنايا غادي ندير ملاوي كبارين ويكونوا يعني عاطين للعين وكبارين صافي. هنايا غادي درت واحد البلاطو دهنته بالزيت ودهنت سطح العمل بالزيت صافي. غادي نبدا نكور الكويرات ديالي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. راني درت كويرات كبارين، انا هنايا بغيت ندير الملاوي كبارين كما سبق ليا وذكرت معاكم صافي. غنبقى نكور الكويرات ديالي وحتى نساليهم ونرجع معاكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. بعد ما ساليت الكويرات ديالي راهم خرجوا ليا 8 الكويرات كبارين. غادي ندهنهم هكايا بالزيت وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي وغادي نخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه، وغادي نرجع باش نورقوهم مع بعض. اول حاجه غادي نوجدوها باش نورقوا الملوي ديالنا هي السميده. درت ليها واحد خماره ديال الحلوى، وعندي الزبده دايبه، وعندي الزيت.
دهنت سطح العمل بالزيت وغادي نبدا نورق الملوي ديالي. والسميده ضروري كتضيفوا ليها واحد الخماره حمراء ديال الحلوه كتخلطوها. صافي راني هنايا بديت كنورق المسمن ديالي وكتلقاو كما كتشوفوا العجينه راه ما شاء الله زوينه وناجحه وعاطيه الطوع، يعني ما كتقطع ما حتى شي حاجه. وهذا الشيء يعني اللي بغينا، هذه هي النتيجه اللي غادي تخلي الملوي انه يجي حتى هو ناجح. صافي غادي نورق العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، كترقوها مزيان حتى كيبان سطح العمل. ضروري كتورقوها مزيان يعني كيبان لكم سطح العمل على هذا الشكل هذا وبهذه الطريقه هذه كتورقوها مزيان. وانا راه درتهم هنايا كبارين، بغيتو ديروهم صغارين ديروهم صغارين، انا هنايا راني درتهم كبارين راه ما كيبانوش لكم، ما شدت ليا الكاميرا يعني كلشي. صافي هنايا من بعد ما ورقتها على هذا الشكل هذا غادي نرشها بالزبده، نرشها بالزبده هكا كما كتشوفوا معايا، والزبده ديال التوريق يعني درت مارغرينا. صافي وغادي نرش بديك السميده اللي فيها خماره ديال الحلوه، دير نرش بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نبدا نطوي المسمن ديالي، كطويوها على هذا الشكل هذا، كطويو هذه الجهه على هذا الشكل هذا، وكطويو الثانيه حتى هي على هذا الشكل هذا. صافي وكديروهم فوق بعضهم، يعني كيجي فيه يعني كيجو 4 طبقات ديال الملوي، يعني ماشي ديك الطريقه الاخرى. هذه بصراحه زوينه بزاف وعمليه وكيجي الملوي بها رائع، كيجي محلول وزوين بزاف صراحه. صافي غادي تخلوها هكا جانبا وحتى ديروا 2 ولا 3 وعاد غادي تبداو عاد نبداو نطويوهم غير باش ترتاح شويه. مع الملوي كبير ضروري خاصو يرتاح شويه. صافي غادي ندوز نطلق معكم وحده اخرى حتى هي بنفس الشكل وبنفس الطريقه. غادي نورقها مزيان هكا حتى يبان سطح العمل كما كتلاحظوا معايا. ضروري انكم تورقوه مزيان، قد ما ورقتوا الملوي ديالكم قد ما راه كيجي ناجح وكيجي محلول وكيجي صراحه كيجي اكثر من رائع. خصوصا هذا الملوي هذا وبهذا الشكل وبهذه الطريقه هذه صراحه راه كيجي اكثر من رائع. اللي كلاه عندي صراحه كيعجبو. ما تنساوش اخواتي اللي عجبكم محتوى الفيديو دعمونا باللايك واشتراك في القناه وبشي تعاليق زويونه محفزه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الوصفات ديالي. صافي بعد ما ورقتها على هذا الشكل هذا غادي نرشها حتى هي بالزبده ونرشها عاود بالسميده نفس الطريقه ديال الاولى كما كتلاحظوا معايا. صافي وغادي نبدا نطويها بنفس الطيه اللي طويت بها الاولى على هذا الشكل هذا. كطويو هذه هي الاولى وكتزيدوا طويو الاخرى حداها وكتدوروا شويه الزبده ضروري بيناتهم، غير الزبده بلا ما ترشوا يعني السميده راه اصلا مرشوشه من الداخل. صافي غادي تورقوها هكا ديروها فوق ختها باش يجيو 4 طبقات. صافي وكتحطوها هكا على جنب وكتجيبوا هذيك الاولى اللي صايبتو. صافي وغادي نبداو تبسطوها شويه. الا كان الملوي صغير ما كتحتاجوش تبسطوها، ولكن الا كان الملوي كبير هكا ضروري كتبسطوها واحد شويه على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نديروا ليها شويه الزبده وتبداو تطويوها على هذا الشكل هذا. انا هنايا راني غادي نرشها بشويه الزبده. صافي وغادي تبداو طويوها هكا محلوله، يعني ما تزيروش عليها نهائيا. وهذا هو السر ديال الملوي الا بغيتو يجيكم محلول وما يجيكمش مدقز من الوسط من تبداو طيبوه. صافي غادي نخليوها هكا محلوله وغادي نشدو هذوك الاطراف ديالها وتدخلوهم فيها هكا من الجناب وتسدوا الملويه ديالكم بالطريقه هذه. كتسدوها صافي وكتوقفوها على هذا الشكل هذا. صافي وكتحطوها جانبا في واحد البلاطو كتغطيوها بالكيس البلاستيكي طبعا. صافي وغادي نعاود معكم الوحده الثانيه. صافي حتى هي راه كتلويوها بنفس الطريقه وما كتزيروش نهائيا، يعني كتلويوهم مرخوفين بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا معايا في الصوره. يعني غادي تطويو على هذا الشكل هذا. صافي وتاخذوا دوك الاطراف ديالها غادي تدخلوهم في الجناب ديالها على هذا الشكل هذا. تخليو الملويه محلوله. صافي وتسدوا ليها الجنيبات ديالها على هذا الشكل هذا. صافي وكتحطوهم جانبا. صافي وكنستمر على هذه الطريقه هذه باش ما نطولش عليكم. كنتمنى تكون وصلتكم الفكره. صافي وغادي نستمر حتى نسالي الملوي ديالي ونرجع معكم. بعد ما ساليت الملوي ديالي كامل كما كتشوفوا معايا وقفتهم كاملين على هذا الشكل هذا وغادي نبدا نقرص من هذوك الاولين اللي ورقت. وفي هذا الاثناء راني شعلت على المقله ديالي سخنات وغادي نبدا نقرص الملوي ديالي كما كتلاحظوا. كنبداو من هذوك الاولين اللي ورقنا
كتقرصوه بالطريقه هذه وكتخليوه شويه غليظ، يعني ما كتقرصوش حتى يولي رقيق بزاف. الا رققتوه بزاف ما غاديش يجيكم مورق، وراه كيجي زوين بزاف، كيجي محلول كامل، يعني ما كيجي لا مدقز ولا الوسط لا حتى شي حاجه. طريقه ناجحه صراحه 100%. صافي غادي تخليوها على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، وراه فيه الخميره تزيدي تنفخ شويه كما كتشوفوا معايا. انا هنايا كنطيب في الملوي ديالي، كطيبوه على نار متوسطه، يعني ما تكونش المقله شاعلين البوطه بزاف وما تكونوش ناقصين ليها، تكون النار متوسطه باش يتنفخ لكم الملوي ويجيكم زوين. صراحه لا نقصتوا ليه بزاف راه غادي يجيكم قاصح وما غاديش يتنفخ، ولا زدتوا ليه بزاف راه غادي تخطف لكم، يعني غادي يحمر بزاف من الفوق. صافي غادي نتبداو على هذه الطريقه، وانتم كتحركوا وانتم كتقلبوا، ما كتخلوهش نهائيا يعني حتى شي 10 ثواني هكا ما تخليوهش، حيت دغيا كيتحمر ما شاء الله. راه كيجي رائع الصراحه، وكيجي رطب وكيجي محلول وكيتنفخ بهذه الطريقه هذه. انا غادي نعاود معكم واحده اخرى كما كتشوفوا. المقله كتسخنوها قبل وكتنقصوا ليها، كترشوها بواحد شويه الزيت في الاول صافي، ما كديروا لي لا زيت لا زبده، ما كطيبوش بهم نهائيا، غير داك كنكتفيو غير بداك الزبده والزيت اللي ورقنا بهم صافي راه كيطيب فيهم. على هذا الشكل هذا كتبقاو غير تحركوا الملوي ديالكم، راه كيجي ناشف وما كيجيش مزيت، كيجي رطب وكيجي محلول كما شفتوا معايا. كنتمنى تجربوه صراحه وينال اعجابكم، راه شي حاجه زوينه بزاف، واخا تكونوا ما عمركم درتوه. الا درتوا هذه الطريقه هذه غادي ينجح معكم ان شاء الله، وغادي يولي معتمد عندكم. كما كتشوفوا معايا ما شاء الله راه كيتنفخ وكيجي محلول كامل كما تشوفوا معايا. ضروري غادي تبقاو تحركوه على هذا الشكل هذا كما سبق ليا وذكرت معكم، ضروري انكم تحركوه ما توقفوش نهائيا، دغيا كيتحمر. والسر من اسرار ديال الملوي باش يجيكم محمر هي ديك العسل، ضروري ديروا معلقه ديال العسل، ما ديروش سنيده، هي اللي صراحه ديال النتيجه كما كتشوفوا معايا كيجي رائع. وحاجه اخرى البنات هي فاش طيبوه ما تسوسوهش هذيك الساعه، تخليوه حتى كيبرد هكا واحد 10 دقائق صافي عاد كتبداو تضربوه باش ديك الطبقه المقرمشه يعني ما تضيعش. الا حليتوه هكا وهكا سستوه وهو سخون ضروري كيمشي ليه داك التقرميشه ديالو، وديك الطبقه المقرمشه كامله كطيح. تخليوه حتى كيبرد شويه عاد كتسوسوه كما كتشوفوا معايا، راه كيجي رائع كيجي محلول صراحه شاكر نفسه، ما نحتاجش انني نشكره نهائيا. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم، تقدموا هكا لوليداتكم وعائلتكم في المناسبات والاعياد بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. ونشوفكم على خير الى فيديو قادم بحول الله. وما تنسوش اخواتي دعموني باللايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. الى فيديو قادم بحول الله.